هذه حفلة تاع الواتكاج واللي سرقها عادل بولبينة في المغرب، حتقول لي عادل بولبينة علاش دار هذا الشيء، علاش سرق الواتكاجو من المغرب؟ هنا كاين احتمالين. الاحتمال الأول المكسرات وجميع الأغذية ديناهم معنا من الجزائر إلى المغرب، وعليه عادل ما سرقش، عادل كان ياكل مرزقة الجزائر. الاحتمال الثاني عادل يكون تأثر بشخصية محمد الأول، وهو ثاني حكام العائلة العلوية مملكة مراكش، واللي كان معروف باللي هو لص سراق بلطجي كان يسطو على أموال المسلمين. هذا محمد الأول كان في صراع مع إسماعيل ورشيد، هما خافوا على من يحكم فاس، لكن هو ما قدر لهمش فانهزم وراح للصحراء. كي راح للصحراء كون جماعة أشرار وجماعة بلطجية وسراقين، جماعة مسلحة، وأخذ يسطو على أموال المسلمين إلى أن طالت يده تلمسان ووجد الجزائريتين. تماك الحاكم تاع الجزائر كان اسمه محمد بن عثمان، بعث له رسالة تهديد، رسالة وبخه فيها توبيخ شديد وأدبه. باختصار كان يقول له احشم على روحك، احشم على عرضك، واحشم حتى على النسب تاعك الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد تعاود ديرها. نفكرك مليار مرة باللي الحجر ما يتكسرش بالطوب، حنا هما الحجر وانتوما هما الطوب. راح يجيك تساؤل وتقول لي علاش راك تقول لها مملكة مراكش ماشي المملكة المغربية؟ على خاطر في هذاك الوقت كان اسمها مملكة مراكش ولا مملكة فاس، لأنه الحاكم هذاك الوقت كان يحكم غير مدينة فاس ولا مدينة مراكش ويسيطر عليها. الباقي كانت تسمى الأرض السيبة، لا تخضع لحكم الملك ولا تبايعه ولا تؤدي له الضرائب، وكان ترفد السلاح عليه. إذا واش كان يدير؟ كان غير يخرج من مدينة مراكش ولا فاس ينتهي الحكم تاعو. معلومة خفيفة برك باش تعرفوا، هذيك الخريطة الملونة ديك بالأحمر ما عندها حتى قيمة. إلى غاية 1908 في الدستور المغربي تاع 1908 باش غيروا الاسم من سلطنة مراكش إلى المملكة المغربية، ومن بعد جات الحماية الفرنسية سنة 1912 ووحدت مراكش وفاس ورجعتها المملكة المغربية. ومن بعد في 1915 داروا لهم العالم المغربي. ومن بعد في سنة 1956 يجي ليون مورغان اللي هو ضابط فرنسي وقائد الجوقة الفرنسية ودار اللحن تاع النشيد الوطني المغربي، وبقى مجرد لحن إلى غاية السبعينات. أنا هذا واش بان لي احتمالين لا ثالث لهما، اللي عنده كاش احتمال آخر يقوله لي وصحيته.